الذرة المشوي، لو اشتغلت في مشروع واخد منك 6 شهور واتعمل لك تسريح علشان المشروع خلص، ورحت تقدم على مشروع جديد، ايه الوقت اللي بين المشروع والمشروع؟ بص، هو الموضوع مش زي ما انت متخيل يعني. انت بتبقى شغال في موقع، طبعا على حسب انت بتعمل ايه. مثلا بتعمل دراي وول، بتركب فريمing، انت مثلا صنايعي، انت لسه مساعد صنايعي، على حسب الدرجة بتاعتك. كل ده بيديترمن انت هتبقى في الموقع لحد قد ايه، وهل انت هتروح موقع تاني ولا لا. فانا بس هديك سيناريو. انا دلوقتي ودوني موقع وفي فريمنج كتيره، خلصت الفريمنج، وفي موقع تاني هيبدا في حته تانية. بدل ما انا هعمل دراي وول ودي حاجه مش قويه بالنسبه لي، هقول لك اوكي، في موقع تاني انت محتاج تروحه، تبدا فيه شغل مثلا من يوم الاثنين او من يوم الثلاث، او على حسب المكان او على حسب الوقت. او مثلا لو انت مش شغال كويس، هقول لك انا متاسف جدا، الدنيا سلو دلوقتي، مفيش شغل. او مثلا لو بجد حقيقي مفيش شغل، اقول لك اوكي انا متاسف جدا مفيش شغل دلوقتي، اديني 3 4 ايام، اسبوع بالكتير، وهرد عليك اقول لك مثلا لو في حاجه فتحت، او احنا مثلا طالبين ناس في موقع تاني، او الكلام ده كله. فهي بيبقى على هي ريبيتيشن، وعلى حسب انت شغلك عامل ازاي، وعلى حسب الماركت والوقت كمان. يعني مثلا في بدايه السنه الدنيا بتبقى سلو شويه، في اخر السنه الدنيا بتبقى سلو شويه، على دخول الصيف بتبقى الدنيا فيها شغل كتير. وطبعا برضو على حسب الماركت، لو في سياسة، في مشاكل، في حروب، في بتاع، الدنيا بتقل أو الدنيا بتزيد. فأتمنى أكون رديت على سؤالك. يلا، شكرا.